عملت النهاردة أحلى طبق ممكن تعملوه بكبد الفراخ بطريقة تحفة وصوص مفيش أحلى من كده. زي ما احنا متعودين، وصفة سهلة وسريعة وكمان مميزة. قبل ما نبدأ كده نصلي على الرسول ونشوف عملنا الطبق الحلو ازاي ده مع بعض. جبت هنا طاسة، نزلت فيها بحبة كده زيت زيتون أو زيت طبخ المتوفر عندكم. نزلت بصلاية متقطعة وسط، تمام. عايزين تقطعوها جوليان مفيش مشكلة. نزلت عليها بحبة من الملح. اتبل بس كده البصله بتاعتي لمده ثواني كده. اول ما تتبل بنزل بالفلفل الاخضر، فلفل رومي وفلفل حراق. طبعا الحراق طبعا ده اختياري. بسيبهم كده يتبلوا مع بعض لمده دقيقه او دقيقتين. بعد كده بكون محضره حوالي طماطمتين 3 كده مقطعهم مكعبات صغيره. بقلب كده كويس مع بعضه. بكون محضره عندي هنا بهارات: بابريكا، فلفل اسمر، توم بودر، بصل بودر، حبه كده بمكعب ماجي، حبة ملح صغيرين. باخد نص البهارات دي من كل حاجة، نص معلقة صغيرة. باخد نص البهارات دي وبنزل بيها على الخليط اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يدبل كده معايا التتبيله انتوا شايفينها كده دي، بركنه على جنب. بفضيه في طبق واجيب نفس الطاسه، بحط حبه من الزيت. طبعا دي كبد الفراخ بالقلوب، غسلها كويس، غسلها بحبه من الخل، يعني حوالي معلقتين 3 خل على ليمونتين. نقعتهم لمده دقيقتين 3. غسلتهم كويس وصفيتهم في قلب زي مصفى كده لغايه ما جابت كل الميه بتاعتها. نزلت انا دلوقتي بعصره ليمونه عليها، ليمونيه. شوحت الكبده كده، بصوا الكبده شكلها تحفه، مفيش اي زفره فيها خالص. نزلت بحوالي فصين توم وعليهم بقيه البهارات اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. قلبت الكبده كده وشوحتها زي ما انتوا شايفين. بعد كده اول ما ببتدي كده ايه تطلع كده ريحه كده حلوه، نزلت بفصين التوم زي ما انتوا شايفين، وعصير الليمون اهم حاجه ما تنساهاش، رشه ملح صغيره. نزلت بقى بقيه الخلطه اللي كنت عاملاها في اول الفيديو وبقلبهم كده كويس مع بعض لمده دقيقتين 3. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه والصوص ده تحفه. نزلت كده بحبه بقدونس، بقلبه كده في قلبيها وبطفي على كده. بسيبهم بقى كده شويه مع بعض وبطفي كده عليها. اول ما بتحط البقدونس بنقلبه ونطفي على طول. بصوا شكل الطبق عامل ازاي، حكايه. الصوص طعمه تحفه. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير، سلام.